الدروج ديال دارنا ما يمكنش شحال كيسخفوا، واليوم غندير فيهم تحدي ماشي عادي. غنحاول نجري فيهم 10 كيلومتر 10 كيلومتر كامله وانا طالع نازل. غنحاول نديرها بلا وقوف. في شحال ديال الوقت غادي نديرها، اولا بالاحرى واش غنقدر نكملها؟ هادشي اللي غادي نشوف. بديت الجريه ديالي ما كنتش عارف شنو كيتسناني، ولكن كنت مأكد ان هاد التحدي ما غاديش يكون سهل، ولكن في جميع الاحوال ما غاديش نوقف قبل ما نكمل المسافه ديالي. كيلومتر الاول باقي ليه 9، يعني يلا 10%. واحد العيا ما يمكنش، وحاسب حلقه نشف عليا. كما شفتوا الدروج راه طوال ديال بصح، يعني كضرب واحد المسافه كبيره اللي انت وانت طالع عاد كتبغى تهبط. هذاك الهبوط بحال قلتي كيعطيك شويه ديال الريكوبيراسيون، غير كتسالي بزاف كتعاود ثاني تطلع من الاول. ولكن غنكملوا ان شاء الله. التحدي غيكون فعلا صعيب الا كانت هذه يلاه 10%، وهذا هو الاحساس ديالي. الله اعلم من هنا 90% اللي هي 6 كيلومتر كي غادي تكون الامور. حاسب واحد الشحفه ما يمكنش، ضروري خاصني الماء. باقي حتى الان ما وقفش ديال البيدوزه ديالي في الدروج. غنحاول شي وقيته نحط التليفون ونشرب. دابا كيلومتر ونص داير هاد ليزيات، ولكن راه باقي ما كنسمع حتى لدابا والو، حيت كنت كنصور شي لقطات فكان خاصني نركز معاهم. دابا عاد غنطلق نسمعوا شويه ديال الموسيقى اللي فعلا غتعاون ديال بصح، حيت هذا تحدي عقلي وراه تحدي جسدي صعيب بزاف. ولكن حتى من الناحيه العقليه كيحتاج واحد القوه ما يمكنش، حيت طالع هابط طالع هابط. الكيلومتر الثاني ليتس جو، بقات غير 8. اخيرا حطيت التليفون مشاو نشربوا الماء. الامور بدات كتصعب، واحد العيا اللي كنحس بيه ما يمكنش. كما قلت لكم الامور بدات كتصعب ديال بصح. دابا كاين العيا من ناحيه السفل بديت كنعيا، وحتى من ناحيه الرجلين خصوصا لتحت ديال الرجليه ما يمكنش. السبرديله مزيره شويه مع واحد التقاشر، يلا شريتهم جداد هما راه مزيانين، ولكن بحال باقي ما نوقفش عليهم. فعلا زعمتي لي رجلي حاجه اللي صعيبه الجري من جميع النواحي. يلا 3 كيلومتر باقا 7، ولكن هادشي اللي بغينا. كل ما التحدي صعب كل ما كيكون عنده طعم وحلاوه اكثر. مورا الكيلومتر الثالث هنا الامور صعابت ديال بصح. كل درجه كنت كنطلعها كانت كتجيني ثقيله ديال بصح. الريتم ديالي بدا كيطيح والعيا في رجليا راه ما يمكنش، ولكن ما كنتش كنفكر من غير حاجه واحده، غنكمل المسافه ديالي. 5 كيلومتر نص المسافه تقريبا في 44 دقيقه، تقريبا 5 وحده في حدها. الا كملنا بنفس هذا الوقت تقريبا غنساليو في 88 دقيقه، يعني قريبا من ساعه ونص. واخا ما كنظنش نبقاو غير بهذا الريتم، حيت فعلا بديت كنحس بالعيا والريتم ديالي طاح شويه. 6 كيلومتر ونص بقات غير 3 ونص، ما بقاش بزاف ليزيات. تقريبا استعملتهم غير واحد الوقت قصير وحيدتهم في البلاصه. علاش؟ حيت هاد غير تسمع الخطوات ديال رجليك طالعين هابطين في الدروج ما يمكنش. واحد الاحساس حسيت به عجيب، راحه نفسيه في شكل. قلت مع راسي خاصني نولي نديرها ما بين فتره وفتره، خصوصا مع الضوء مطفي. كاين غير الضوء ديال التليفون اللي ضعيف، فالضوء كاين بلان بزاف بحال واحد المديتاسيون، تامل اللي كتكون فيه غير مع عقلك، كتحس بواحد الاحساس اللي زوين ديال بصح. 8 كيلومتر بقات غير 2، ما بقاش بزاف ديال العيا، ولكن غير كيسالي هاد العيا. وواحد الناس هو كتكون بها ما يمكنش، حيت هاد الهرمونات السعاده كيتفرزوا. الشعور بالانجاز، الشعور بالرضا، كاع هادشي كيطلع 180 درجه. ليتس جو. الكيلومتر الاخر ما بقى والو. شحال فيه الحماس، حيت صافي كتشوف من مورا مده طويله بزاف ديال العيا، بزاف ديال المحاولات غتكمل الهدف ديالك. ليتس جو.
الامتار الاخيره من المسافه ديالنا شحال فيه واحد الحماس ما يمكنش، وليت مطلع الريتم لواحد الدرجه ما طلعتوش المسافه كلها. ما فهمتش داك الجهد منين جا، ولكن كنت كنحس بواحد الحماس بواحد القوه وبواحد النشاط ما حسيتش به المسافه كلها. وكتكون سالات 10 كيلومتر ما يمكنش كيلومتر الاخر طلعت فيه الريتم، حاولت نعطي كاع داكشي اللي عندي، واحد المتعه واحد النشوه كنحس بها دابا راه ما يمكنش، باغي نغوت من قوه الفرحه، ولكن راه كاع الناس ناعسين 2:30 ديال الصباح فما بغيتش نفيقهم. دابا غنمشي ندوش بالماء بارد ونحاول ناكل شي حاجه نكافئ الجسم على هذا المجهود الجبار اللي ضرب. ليتس جو. ومورا ما ضربتها بواحد التدويشه بالماء بارد، والله ما يمكنش على الشعور. دابا اجي نشوفوا في شحال ديال الوقت درنا المسافه ديالنا. نشوفوها هنا في الساعة، هاي 10 كيلومتر في ساعة و39 دقيقة و18 ثانية بريتم ديال 9 دقائق و56 ثانية، يعني قريبة ل10 دقائق لكل كيلومتر. بالنسبة لأفضل كيلومتر كان في 7 دقائق و14 ثانية وهو آخر كيلومتر. يعني تخيلوا معايا الكيلومتر الاخر كان هو اسرع واحد، حيت فعلا كنت حاسس بواحد الحماس كبير. صافي عرفت المسافه ما بقات لها حتى شي حاجه، فتحمس وطلعت الريتم. واحد الدرجه وصلت الرابعه 19 في البيس، يعني فعلا الريتم طالع. وهذه كانت هي المسافه صراحه كانت زوينه ديال بصح، واخا كانت صعيبه ولكن استمتعت فيها بزاف. والشعور اللي قلت لكم من بعد هو اللي عليه كلشي. من شحال هادي وانا كنت باغي ندير التحدي وكنت باغي ندير غير 5، ولكن صدق درت 10 وحسن في الحقيقه. دابا بقى عندي سؤال واحد في راسي، هو رجليا غدا كيفاش غادي يصبحوا؟ واش غادي نصبح عيان مورا هاد العيا كامل اولا غادي نصبح بخير؟ هادشي اللي غادي نشوفه غدا. الغد لي فاق الدمار شامل، فخادي ضاريني ديال بصح ليمون اللي ضاريني كثر. المشي كيجيني صعيب، اما الجري مستحيل، خاصني بزاف ديال الراحه باش نقدر ندير الاستشفاء ورجع اون فورم. ولكن التحدي بشكل عام كان زوين. الاحساس اللي حسيت به كان كيستاهل. ما كنظنش غنعاود نديرو مره اخرى، ممكن ندير مسافه اللي قليله، 3 2 كيلومتر 5 كيلومتر، اما باش ندير 10 كيلومتر شبه مستحيله حيت فعلا كتدمر رجلي.